اهلا بيكم في حلقه جديده فيما لا يسع المهندس جهله. النهارده انا بتكلم معاكم على موضوع الاهتزازات او الفايبريشن. اول حاجه لازم نعرفها ان كل شيء موجود في الكون بيتحرك، مفيش حاجه في سكون، وكل شيء بيبقى ليها ناتشرال فريكوانسي او تردد طبيعي، ولازم تهتز ولازم تلف ولازم تدور. الارض بتلف حوالين الشمس، القمر بيلف حوالين الارض، الالكترون بيلف حوالين النواه. انا في رايي الشخصي ان الفايبريشن او الاهتزازات مرتبطه بالعباده، زي كده الدوران او الطواف حوالين الكعبه، زي ما الالكترون بيلف حوالين النواه، زي ما الارض بتلف حوالين الشمس، زي ما القمر بيلف حوالين الارض، زي ما الشمس بتلف حوالين حاجه اكبر منها. دي حاجه ربنا خلاها في الكون، نوع من انواع عدم السكون. الفايبريشن ليها تطبيقات كتير احنا ممكن نستخدمها، طبعا ليها تطبيقات مفيده وتطبيقات غير مفيده. طبعا الفايبريشن لما بتكون الاهتزاز دوت بيسبب فيلير، فبنعتبر ان ده شيء مش كويس لازم نقلله، لكن ممكن نستخدمه في عمليه التشخيص ومعرفه ان فين المشكله، المشكله جايه منين، عن طريق طبعا اجهزه وعن طريق حسابات معينه. بس نكون فاهمين ان الفايبريشن هي اداه او هي كور او هي الاصل في عمليه التشخيص. وهو ده نفس الكلام اللي بيستخدمه الاطباء لما بيستخدم سماعه الطبيب، ان هو بيشوف النبض، او بيشوف بيسمع موجه معينه خارجه من القلب او من الكلى او من الكبد او whatever. فالفكره هنا ان الفايبريشن ممكن تكون اداه للتشخيص، وده اللي احنا بنستخدمه في الصيانه. عشان كده البريدكتيف مينتنانس او الصيانه التنبؤيه اساسها هو الاهتزازات، اساسها هو الفايبريشن، الكور بتاعها هو الفايبريشن. عن طريقها ممكن نعمل تشخيص وممكن نعمل دايجنوسز او ممكن نعمل بروجنوسز والتنبؤ. عشان كده اي حد عاوز يعمل تشخيص لازم يتعلم فايبريشن، لازم يفهم ان الفايبريشن مش متصله بعلم معين زي الميكانيكس مثلا، لا، الفايبريشن مرتبطه باي علم، زي في السيفل انجينيرنج مرتبطه بالزلازل، وزي في الصيانه مرتبطه بتشخيص الاعطال في الماكينات، وزي في الطب مرتبطه بتشخيص الامراض. فعلم الفايبريشن هو علم الحركه، علم الاهتزاز. يعني تقريبا كل الاجسام بتهتز، لان انت عندك اي جسم ليه كتله وليه ستيفنس بيهتز. الفكره كلها ان عمليه الاهتزاز بتعبر عن معلومه معينه خارجه من الماكينه او خارجه من البشر فالفايبريشن في المعتاد هو علم بيساعدنا على التشخيص وبيساعدنا على التنبؤ بالاعمار، زي كده بيقولوا عليها البروجنوسز او بيسموها البريدكتيف مينتنانس. لو استفدت النهارده من حلقه وعرفت يعني ايه فايبريشن، اكتب لنا في الكومنت ايه المواضيع اللي انت حابب اللي احنا نتكلم فيها في المواضيع الجايه. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده.